أمس زميلنا بدر رافع مراسل الجولة كان متواجد في ملعب الأحساء في مباراة الفتح والنصر، وشهدت المباراة في أثناء عملية التفتيش اكتشاف بلاوي في جيوب بعض المشجعين. تعال نشوف. هذا أمامنا عملية التفتيش، شوف حصاد التفتيش. حامد تفرج بس. هذا داخل ايش يسوي؟ ايش داخل يسوي؟ شوف هذه واحدة، شوف السكاكين. والله هذا شيء يعني شوف مو يعني ملعب كرة قدم لما يعني يختلف مع احد ايش راح يسوي جوا الملعب؟ شوف بس يعني هذا شيء صراحة يحسب الرجال الامن يعني انهم اكيد يعني في ناس كانوا يقولون ان رجال الامن على بوابات الملاعب تفتيش دقيق وتعطيل للناس. اتفرجوا ايش اللي قاعد يدخل، يعني لولا يعني ما نجامل ولا احنا قاعدين يعني على قولتهم نريش في احد. شوفوا اللي قاعد يخش الملعب، شوفوا اللي قاعد يخش الملعب. هذه الاشياء في ملعب الاحساء، لنوريكم ايش اللي يدخل ملعب الملك فهد وايش اللي يدخل ملعب الملاذ ويدخل استاد جدة الامير عبد الله الفيصل. شوف كميات رغم زميل وليد بعض الجمهور ينطلق الى داخل الملعب. تصور لو واحد ينطلق الى داخل الملعب ومعاه السكين هذه، واحد عمره 18 سنه يعني واحد يعني يضرب حكم او يضرب لاعب أو لا ممكن مع الجمهور يعني استخدام شوف هذا حصاد ملعب، يعني ملعب نتفرج عليه قدامنا. شوف والله يا ابو بدر هذه يشكر رجال الامن على هذا المتابعه وهذا التدقيق في عمليه سلامه المشجعين واللاعبين ومتابعي كره القدم، لان هذه ظاهره غير صحيه نهائيا. يعني نعرف انه الجماهير تحاول انها تجيب مفرقعات تجيب، لكن السكاكين يعني صراحه مشكله يعني شيء اسلحه بيضاء. يعني الله يستر. عموما